معانا سياده المستشار ايمن عبد الغني نائب رئيس هيئه قضايا الدوله. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. يعني انا بسال سؤال منطقي وطبيعي جدا. يعني لجنه ال50 شفنا منهم اعلاميين وشفنا منهم سياسيين وشفنا منهم مفكرين واحزاب. مين من وزاره العدل مشكل في لجنه ال50؟ ما فيش اعضاء قضائيين خالص في وزاره في لجنه ال50. ايوه، القضايا ممثله فقط. اللجنه العشره كانت تضم 10 مستشارين من المحكمه الدستوريه العليا ومجلس الدوله والقضاء العادي، هم هيكونوا هيئه استشاريه للجنه ال50. وهيئه استشاريه لا تعني ان القضاء ممثل في لجنه ال50. ده مقصود تهميش وزاره العدل بهذه الصوره في لجنه ال50؟ لا اعتقد انه يعني قد يكون هناك اتجاه الى انه فكره العداله يعني ما عادش محل اهتمام في المرحله الحاليه. يعني انا شايف كده، وخاصه انه حضرتك لو دورنا على حتى نصوص الهيئات القضائيه المختلفه بما فيها هيئه قضايا الدوله، كان نص ماده 179 في دستور 2012 الهدف منه ان قضايا الدوله تشارك بالفعل في انجاز العداله. فوجئنا بتعديل هذا النص. ايوه، لكن بتقولي كلام خطير، بتقولي العداله ما اعتقدش انها مطلب او هدف من اهداف البلد في هذه المرحله. يعني بمعنى انه طالما حضرتك هتضع دستور هتصدر وفقا له قوانين، كان من الملائم انه الهيئات القضائيه يؤخذ رايها في وقت وضع هذا الدستور او تعديله. والا انت حضرتك طالما لم تمثلهم، معنى ذلك انه فكره تمثيل وزاره العدل والقضاء ليست محل اهتمام في هذه المرحله. كلام واضح جدا. مين؟ انا يهمني اعرف من قام بتشكيل هذه اللجنه. يعني ومن قام بتشكيل هذه اللجنه؟ هذه اللجنه تشكيلها صدر به قرار من رئيس الجمهوريه طبعا، المستشار عدلي منصور. ولكن اكيد هناك. طب ده راجل مستشار، يعني ده تخصصه، يعني عارف اهميه القضاء واهميه هذه الهيئه. طب اذا يسال حضرتك على اساس ايه المعايير اللي تم على اساسها اختيار لجنه ال50 دون هيئات قضائيه؟ يعني حضرتك قلت هتاخد اعداد معينه من جهات مختلفه. الاعداد دي ليست معايير. المعايير هي ان على اساس حضرتك ان في ابواب الدستور نفسها بما فيها مثلا باب نظام الحكم. في باب نظام الحكم هذا فيما يخص السلطه القضائيه لها فصل خاص بها. هذا الفصل الخاص بالسلطه القضائيه اين من الدستور؟ لازم يكون محل اهتمام بمشاركه اهل القضاء، مش موجود. طب يعني في دستور 2012 كان في من كل الهيئات القضائيه كان لكم دور، كان كل الهيئات ممثله، كل الهيئات القضائيه ممثله بما فيها القضاء العادي، مجلس الدوله، بل في هيئات كانت ممثله بعضوين في داخل. ولكن اتقال ان هيئه قضايا الدوله كان لها صلاحيات زادت بشكل كبير جدا في 2012، دستور 2012. وتم من خلال لجنه العشره الاقصاء او الغاء هذه الصلاحيات. لصالح مين؟ بيفكروا ازاي؟ وعايزين برضه بلغه سهله توضح للساده المشاهدين، يعني الناس ان احنا رايحين على فين بقى باللجنه دي وبالدستور. انا بقول لحضرتك انا بقول لك حضرتك انت عندك مشكله في مصر، هي مشكله بطء التقاضي، وفي مشكله في وصول الحق لاصحابه، وصارت الدوله طرف في المنازعات بلا داعي، منازعات كتير جدا بالالاف والملايين من الممكن انها تنتهي في وقت قريب، بتهلك المواطن وتهلك الوقت والمجهود وتضيع وقت القاضي. فقضايا الدوله خدت اختصاصات تحل حضرتك هذه المشكله. مثال ذلك انه المنازعات الكتير احنا بنقول ان تفض بطريقه تسويه قبل ان تذهب الى المحكمه. يعني في منازعه بين مواطن وبين الدوله بتفض بطريقه تسويه. حضرتك جيت في التعديل الحالي قلت تقترح التسويه. اما ان انا هسوي المنازعه او لا اسوي، لان اقتراح التسويه اي حد ممكن يقترح التسويه. اي انسان ممكن يقترح التسويه. أيوة، في المنازعه. لصالح لكن مين انا بقول رئيس الجمهوريه؟ لصالح مين لجنه العشره ان هم يلغوا دوركم؟ اصل انتوا اخدتوا صلاحيات. انت عارف هي المشكله ايه برضه؟ وعايز اوضحها للساده المشاهدين، ان هذه الهيئه اكتسبت بالفعل صلاحيات وامتيازات في هذا الدستور الاخواني. طب ايه الارتباط ما بينكم وما بين الاخوان؟ اذا كان الاخوان كانوا بيقضوا على المؤسسه القضائيه وكانوا بيهمشوا دور القضاه ودايما كانوا بيهاجموكم. يعني اللي كان بصراحه القضاء ما كانش يعني في عدل، ده بالعكس. كلمه ارتباط دي يعني ليست محل خالص. يعني امال ادولكم ليه صلاحيات؟ بسيط، هم ما ادوش. الدستور ده استفتى عليه الشعب. الاخوان هم اللي كانوا مسؤولين عن الفتره دي. يعني شوف هقول لحضرتك لا يعني الجلسات اللي كنا بنشوفها في مجلس الشورى المضحكه دي اللي هي 24 ساعه في اليوم دي، على اي اساس اهتمت باعطاء صلاحيات ليكم وانتوا كان لكم دور مثلا زي الرقابه؟ لان هم مهتمين حضرتك. كان فيه اهتمام بان الباب السلطه القضائيه يكون فيه استقلال حقيقي للقضاء المصري. من ضمن ذلك انه كان في نص خاص بمنع ندب القضاء في الجهات الاداريه. ده كان الهدف منه استقلال القضاء.
لان طبعا في مستشارين بينتدبوا في الجهات الاداريه وفي ذات الوقت بيحكموا في قضايا لهذه الجهات. فده كان هدف مثلا ان النائب العام والنقطه دي في 2012 حذف هذا الكلام في اللجنه العشر كان في انا بوضح بس ان الهدف بس ما كانش قضايا الدوله، لا، النائب العام ما كانش له نص في الدستور 71، وضع له نص يحدد مده النائب العام وكيفيه اختياره، بل النص كان ايه؟ ان مجلس القضاء العالي يختار، هو الذي يختار النائب العام، ورئيس الجمهوريه مجرد بيصدر قرار. تم في التعديلات الجديده عكس هذا الامر. دي واحده، ده كان في الدستور 2012. انا بتكلم عن دستور 2012 اللي هو تم اللي احنا اللي هو الاخواني. يبقى هو كانت الرؤيه اللي مرسي عمل عكسه. ما عملش عمل عكسه طبعا، ده اكيد مفيش كلام، هو خالف يعني. لكن انا بتكلم على ان الدستور ده كان بيحق استقلال القضاء. ايضا النيابه الاداريه اعطي لها اختصاص اخر بجانب اختصاصها بالتحقيق في المخالفات الاداريه، اختصاص اخر مهم جدا، وهو ان يكون لها دور في مراقبه اداء المرافق الاداريه. اتحذف في التعديلات. يبقى بالتالي مش هيئه قضاء الدوله بس، كمان في حاجه ثانيه، الجهات المعاونه للقضاء، الشهر العقاري، الطب الشرعي، الخبراء، كانوا بيطالبوا من سنوات طويله جدا ان يكون لهم استقلال عن الجهات الاداريه، ما يبقاش الخبير بيرقصه رئيسه الاداري ويتحكم في قراره، او الشهر العقاري. حذف هذا الكلام في التعديلات. سياده المستشار برضو ده كلام خطير واتهامات خطيره، يعني ما يكون كل هذه الصلاحيات ولها فوائد عديده بيتم مش عايز اقول انتهاكها ولكن تجاهلها، وكأن في اقصاء متعمد. ليه؟ احنا حضرتك سالنا لجنه العشره ترد عليه وتقول احنا بعتنا لجنه العشره قلنا لها قولي لنا ليه. يعني بعد ما بالنسبه لهيئه قضاء الدوله، نادي هيئه قضاء الدوله بعت جواب وسلم في مجلس الشورى، قولوا لنا انتوا على اي اساس قانوني او دستوري انتقصتوا اختصاصات الهيئه. مفيش حد رد علينا. فعشان كده احنا لحد دلوقتي بنقول ليه انتوا انتقصتوا هذه الاختصاصات؟ يعني عشان برضه اوضح للمشاهد ايه هي الاختصاصات. ما حدش رد عليك. لا، ما حدش رد طبعا. طب اللجنه دي مش المفروض كان يتم عليها الاستفتاء؟ يعني البعض بيقول المفروض قانونا ما دام لجنه بتشكل وهي اللي هتصمم او هتفصل الدستور اللي احنا محتاجينه، لابد ان يكون في استفتاء، والبعض الاخر يقول لك ده غير قانوني. الصح ايه بقى؟ لا، هو معروف ان الدساتير بتوضع اما بلجان معينه او لجان منتخبه انتخاب مباشر او على مرحلتين. اكثر الصور الديمقراطيه الانتخاب المباشر، يعني الشعب هو الذي يختار اللجنه او الجمعيه التي تضع الدستور. والشعب هيختار اللجنه ازاي؟ ما ده يعني مش حاصل. انت هتحط اسماء، ما انا بقول لحضرتك دي اليه من الاليات. الاليه الثانيه ايه؟ ان يبقى في برلمان المنتخب من الشعب هو الذي يختار هذه الجمعيه او اللجنه، وبالتالي هو تعتبر منتخب انتخاب بطريق غير مباشر، او انها تكون معينه. احنا حاليا في هذه المرحله الحاليه نظرا للظروف الحاليه فرض علينا الواقع ان تكون هناك لجنه معينه تعيين كامل. ايوه، يعني احنا لا، هقول لحضرتك حاجه، نحن كهيئه قضايا الدوله اولا لا نشكك اطلاقا في النوايا، ولكن لا نجد لا انت شككت. لا يا فندم، انا لا اشكك. انت قلت بص بس احنا عايزين ايه بقى دلوقتي غلط. احنا عايزين نضع النقاط فوق الحروف. انت بتقول في تعمد في الاقصاء، وبعدت قلت يا جماعه يا لجنه في تعمد، مش معنى كده ان في خبث نوايا، في تعمد الاقصاء. يعني انا لما يكون لك صلاحيات واجي انا الغيها، اساله بقى، اساله يعني نيتك ايه بقى، تسال اللي تعمد يعني ده انت عايز تقول لي ربما يكون شيء ده من وجهه نظر فيه صح؟ يقولوا لنا ايه وجهه نظرهم. انت من وجهه نظرك ايه؟ لا، هو اللي يتسال. انا وجهه نظر انا ان في تعمد غير مسبب وغير مبرر، وبالتالي طالما انه ليس مبرر، تعمد غير يبقى انا معترض عليه، لست مقتنع بيه. وبعدت قلت لهم انتوا ليه تجاهلتونا؟ ما حدش رد عليه. ما حدش رد طبعا. هل تعتقد ان هذا الدستور 2013 يعني في النهايه هيظهر بنفس صوره 2012، يعني هيحصل عليه هجوم برضه، ولا هيكون في شكل توافقي؟ لا، هو فكره التوافق الكامل بعتقد صعب تحصل، يعني لان طبعا لا زال حتى الان التيار الاسلامي يعني شايفين هم مهمشين يعني برضه السلفيين حزب النور. عايزين نعرف هل في نيه للتصعيد؟ جميع الاجراءات القانونيه والمشروعه قضايا الدوله من حقنا تتخذها في سبيل حمايه الصالح العام، لان اختصاصاتها دي الهدف منها الصالح العام. سياده المستشار، يعني وانت بتقول لي ممكن التصعيد يصل زي ما الجمعيه العموميه تقول للمظاهرات، مش خايف على البلد؟ مش خايف من فكرة التشكيك في كل ما هو موجود في البلد؟ حتى الدستور القديم قلنا مش نافع وفاشل ودستور اتسلق واخواني وكان هدفه التمكين وكان فيه فقرات لصالح الاخوانه. النهارده بنتكلم في لجنه، هل تعتقد لو ادينا فرصه للامور بهدوء مش ممكن نجني ثمار احسن من كده؟ ولا انت شايف ان من دلوقتي لابد من ابراز الموقف؟ احنا معترضين، احنا موجودين، اللي بيحصل ده تهريج، ايه سبب اقصاء هيئه قضاء الدوله؟ شايف ايه؟ اقول لحضرتك ببساطه،
احنا على استعداد ان احنا يكون في لقاءات مع الزملاء في لجنة ال50، نتحاور معهم ونوضح لهم موقفنا. ولكن حضرتك بتقول لي مصلحة البلد، انا بقول لحضرتك ان موقف هيئة قضايا الدولة لانه احنا زعلانين على مصلحة البلد. لما حضرتك تديني اختصاصات، هذه الاختصاصات تحقق مصلحة المواطن، تخلص له مشكلته وتحقق العدالة، تحقق رقابة داخل إدارات الشؤون القانونية اللي هي محتاجة رقابة فنية حقيقية. يعني الشؤون القانونية بتطالب من سنوات انها تكون مستقلة. نعم. بدل ما الباحث القانوني رئيسه راجل إداري مع كامل احترامي لا علاقة له بالقانون، هو عايز اللي يراقبه يبقى راجل فني قضائي يفهم في القانون. احنا خدنا الاختصاص ده، ان عقود الدولة اللي اتعملت بالمليارات، يعني احنا اشتغلنا في قضايا الخصخصة وحكم للدولة باسترداد العديد من الشركات ولم تنفذ احكامها حتى الآن، رغم ان هيئة قضايا الدولة ارسلت كثير من المرات دراسات لتنفيذ هذه الاحكام ولم تعطى. مين اللي بيرفض انه ينفذ؟ الجهات الاداريه. احنا عندنا مشكله ان حضرتك انت تقول لي في مليارات. ايوه يا فندم، يعني احنا بعتنا مجلس الوزراء واتباعت برخص التراب، وكان في عمولات تحت الترابيزه. الحكومات السابقه كلها تقاعست عن تنفيذ هذه الاحكام. يعني من اول ما صدرت هذه الاحكام حتى هذه اللحظه هناك مسؤوليه على الحكومه لعدم. حتى في عهد الاخوان؟ ايوه طبعا. يعني حتى في عهد الاخوان كانت الدوله هيرجع لها شركاتها وفلوسها. طبعا شركاتها دي احكام نهائيه، وبرضه رفضت تنفذ. احكام نهائيه ولم تنفذ بما فيها حقوق العمال. رفض ينفذ. طبعا. اين حقوق العمال؟ اين حقوق العمال اللي المحكمه قالت يدوم حقوقهم؟ طب يعني دي تبقى نحاسب مين فيها بقى؟ ما هو انا بقى يعني انا اصلا هتفرس. يعني لما يكون كنا بنقول زمان واصل كان في عمولات وفي تحت الترابيزه وفي فساد وفي ايام نظيف، اهو جبنا ابو دقن بقى والاسلامي وقال الله وقال الرسول ونفس برضه السكه، وهنا مكتوب عليها ان ليه؟ طب ما هو الدكتور هشام قنديل خد حكم يوم 3/7 بالحبس في احد القضايا ديت، انه ما نفذش حكم لاحد الشركات. هم سايبينه ليه؟ مش لسه لا دي اتسال فيها جهات التنفيذ. هو بالمناسبه والله افتكرت امبارح برضه جاي في بالي، انا مش هو المفروض فعلا يتسجن سنه؟ هو دلوقتي اكيد في استئناف للحكم. ولو كان في استئناف للحكم اللي هو مستأنفه اكيد مش هيتنفذ، يبقى حكم. اتمنى بس ما يكونش. لا انا بقول لحضرتك يعني ببساطه شديده لو هيئه قضايا الدوله خدت اختصاصاتها هتقدر تمنع الفساد ده. نعم. انا بقول لحضرتك انت دلوقتي الشركه بتتباع ببلاش ويجي لي العمال يقولوا ارفع لنا قضيه، ما اقدرش احرك القضيه، فباخد ادعاء عمدا عشان اعمل ده. بتشيله انت في الدستور. طب بتشيله ليه؟ قول لي بتشيله ليه؟ عقود الدوله اللي اعدت بشكل فاسد جدا بقول لك انا اكون موجود فيها، اعدها بدل ما يعدها موظف. واضح ان بص هو في برضه في حلقه احنا مش فاهمينها، يعني يبقى في كل وقت احنا لازم يعني يبقى عندنا مشكله. يعني زي ما قلت لك يعني حتى في عهد الاخوان برضه مش عايزين ينفذوا، عارف زي ما تكون دي تركه مش عايزين ياخدوها. حضرتك سالت سؤال اكتر من مره وتريد عليه اجابه واضحه، انا بقولها واضحه عشان انا شفاف جدا في هذه المسائل. حينما سالتني هل هناك نيه تعمد لاقصاء هيئه قضايا الدوله، بقول لحضرتك النيه واضحه، بل قد تكون مبيته بسبب واحد، ان اختصاص هيئه قضايا الدوله والنيابه الاداريه الهيئتين الوحيدتين اللي تم اقصائهم من لجنه ال10 وتم تعديل نصوصهم. قول لي حضرتك عدلت نصوصنا وانت بتقصينا، يبقى انا افسرها بايه؟ طالما انت اقصتني وعدلت النص بتاعي من غير حتى ما تسالني ولا تقول لي ايه وجهه نظرك، انا من حقي ان انا اعترض. يعني انت من حقك انك تعترض، واحنا من حقنا كمان ان احنا نعترض، ومن حق شعب مصر انه يفهم ايه اللي بيحصل ده. وفي شخصيات يعني عامه كتير جدا في لجنه ال50 انا كنت شايف انها يعني تستحق انها تكون موجوده في لجنه ال50. زي مين كده في النهايه؟ مين؟ يعني على سبيل المثال الدكتور توفيق عكاشه، هذا الرجل الذي نزل بنفسه في الميادين في ثوره 30 يونيو مثلا. بدي مثال انا أيوه. يعني انا هنا لا اطعن في من شكلوا هذه اللجنه، ولكن انا بقول انه في شخصيات عامه كانت برضه تستحق التمثيل. لجنه ال50 طالما ان هي انا بقى اتمنى ان القائمين على الامر دلوقتي ان هم يستفيدوا من تجربه الاخوان، انه طالما هناك جهات بتقدح في هذه اللجنه، لا نعيد النظر في اللجنه. ايه المشكله؟ هل هناك مانع ان رئيس الجمهوريه يعيد النظر؟ يعني ايه المانع ان نعيد النظر في تشكيل اللجنه؟ صح. الامر مطروح. واتمنى لو يعني في امكان لاصلاح ما تم باسرع ما يمكن، نحاول ممكن انقاذه زي ما بيقولوا. في نهايه الفقره بشكر جدا جدا سياده المستشار ايمن عبد الغني نائب رئيس هيئه قضايا الدوله والمتحدث الرسمي باسم الهيئه. بشكرك جدا جدا، وانا بشكرك وانا شجعتك كمان، يعني انت قلبك على البلد انك تطلع في وسائل الاعلام وبتقول يا ناس ياهو احنا عايزين نمثل لصالح البلد، مش اكيد لا زياده راتب ولا بدل، ولا انت بتتكلم في مصلحه البلد وعشان سمعه البلد. دي مصر